بابا مش معايا، بدخل في علاقات جنسية كتير وعندي اضطراب شخصية حدية. أعمل إيه؟ بحس زي مخدر. من ضمن مشاكل التشخيص النفسي إن هو بيدي للإنسان عذر على افتراض إن هو في مشكلة أو في علة في مخه، وبالتالي هو معذور في أخطائه، معذور في تصرفاته. وللأسف ده مش حقيقة، لأنه حتى لو معذورة أو لأ، هتدفعي التمن. فإيه فايدة العذر ما دام كده كده بتدفعي تمن الفعل أو التصرف اللي أنت بتقومي بيه؟ ومحدش هيدفعه مكانك، ومحدش هيقول لك مثلا والله معلش اصل انت عندك يعني شخصيه حديه، فبالتالي تصرفاتك مبرره للظروف اللي انت فيها. ومحدش هيقول لك ان انت علشان باباكي مش معاكي فخلاص يعني تصرفاتك برضو مش يعني مبرره. وهتلاقي نفسك ان انت في الاخر زي ما انت بتقول كده اهو مخدر مؤقت، والنتيجه هتدفعي الثمن. الثمن في حياتك، الثمن في التقلبات النفسيه المستمره. والطريق للتغيير مش بانه آه، يعني مش بالعذر. الطريق للتغيير بتحمل المسؤوليه، انه تصرفاتك ملكك بتاعتك، انت اللي هتدفعي ثمنها شئتي ام ابيتي. وانا هنا كل كلامي مش هجوم عليكي ولا لشخصك، بالعكس. انا كل كلامي هنا ان انا اكون صريح معاكي وواضح معاكي علشان اساعدك. ان انت لو استمريتي كده حقيقي محدش هيقولك محدش هيقعد مكانك. محدش هيبقى يدفع التمن مكانك ويقول لك والله انت علشان باباكي مش معاكي، وعلشان انت متشخص يعني شخصية حدية، فبالتالي انا هشيل عنك. محدش هيعمل كده. هتدفعي كل ده لوحدك. فبما ان انت كده كده دافعة، طب ما تشتغلي وكده كده في الموضوع مؤلم، تشتغلي على نفسك ان انت ازاي تبتدي تضبطي نفسك، وازاي ان انت تطوري من نفسك وتطوري من قدرتك على التحكم في مزاجك وافكارك وتصرفاتك. لانه انت تقدري. ودي النقطة اللي ناس كتير مش هتقولها لك، بس انت تقدري. لان انت عندك كل الصفات الانسانية. مش معنى ان انت متشخصة بمشكلة ما انه ده معناه ان هو فقد منك قدراتك الانسانية خالص. انت عندك كامل القدرات الانسانيه اللي تقدري ان انت تتحكمي بيها في نفسك، وتقدري ان انت تختاري بيها تصرفاتك، وتقدري ان انت تطوري من نفسك. تقدري. صدقي في كده واسعي لكده هتحققيه. هتستسلمي، الحياه هي اللي هتاخدك.